بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الغاليين وحشتوني كتير. انا راجعه النهارده مخصوص عامله الفيديو ده علشان في ناس كتير طلبت مني في الكومنتات اعمل فيديو جديد. ان شاء الله هنعمل غدا النهارده مع بعض. اول حاجه عملناها كده سلطه الكول سلو، انا عملتها معاكم قبل كده على القناه. بنجهز الكرنب معانا ونقطعه قطع صغيرة ونبشر الجزر وبصلاية صغيرة ونضيف معانا المايونيز والملح والفلفل ونتبلها كويس ونقلبها ونعينها في التلاجة. بنجهزها قبلها بيوم علشان تاخد من بعضها. غسلنا الفراخ وجهزنا اللحمة بتاعنا اهي علشان هنبدأ نعمل معانا الوصفات اللي معانا النهاردة. طبعا اول حاجة هنعملها هنشوح اللحمة بتاعنا، حطينا حتة سمنة بلدي كده وهبدأ اشوح اللحمة واحط عليها ال- الخلطة اللي احنا بنعملها كل مرة علشان هنعملها النهاردة مع بعض كباب حلة. بنحطها على النار كده واول ما لونها يتغير ببدأ ان انا اقلبها واسيبها تشرب المية بتاعها خالص. في الوقت ده انا بكون محضرة معايا الخضار اللي هضيفه عليها. هنجهز مع بعض كده فلفل الوان وبصل متقطع جوانح ونحط معانا التوابل بتاعنا. ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبهارات لحمة وحبهان ومستكة وورق لوري وكل اللي هي الاضافات بتاعه التتبيله اللي انا حباها. زي ما انا قلت لكم كده جهزت معايا الخلطه بتاعتي اهي. جهزنا كل حاجه، البصل والفلفل الالوان وحطيت شويه توم صغيرين خالص. التوم بيدينا طعم وبيعلي التست معانا وبيخليها جميله. ممكن برضو احط عود قرفه خشب معايا، برضو بيخلي ريحتها جميله جدا. هاحطها على النار على اللحمة بتاعتي وهدي عليها النار وكل شوية هديها تقليبة معايا كده. طبعا المية الخضار ده مع اللحمة هينزل مية، وكل ما احس ان المية بتاعتي قلت شوية برجع تاني واقوم حاطه شويه ميه صغيرين. زي ما انا قلت حطيت التوابل، حباها سبايسي ممكن تحطي معاها فلفل حامي او تحطي معاها حبه شطه. كل ما الميه بتقل بجهز معاها. هنا انا هعمل الكفته، بدأنا نبشر البصل كده. الكبه بتاعتي بايظه فمضطرين ان احنا نبشر البصل. جهزت معايا برضو معلقه توم، معلقه شطه حاميه. انا بفرم الشطه الخضراء او الحمراء الحاميه الطويله دي وعينها في التلاجة متجمدة وما بعوزة باخد قطعة منها كده. وجهزت برضو معايا الخضروات اللي انا هعمل بيها تتبيلة الفراخ. معايا طماطم وحطيت الاول الفراخ تتشوح كده وحطيت معاها حته مستكه وقرفه زي ما احنا شايفين كده خشب وجزر. وانا عملت الخلطه بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها في الخلاط وهنضيفها عليها كمان شويه. في الوقت ده اللحمه بتاعتي اهي كنت انا جهزتها وحطيت عليها بصلايه وملح وفلفل بس. مش بضيف عليها اي اضافات عشان احتفظ بتست اللحمه. وبجيب اي سيخ عندي او شو او ستيك او اي حاجه وببدا اصبحها عليها. النهارده التسويه بتاعها هتبقى سهله خالص. انا حطيتها بس على النار بتاع البوتاجاز وهغطي عليها بهدوء خالص معايا لغايه ما تستوي معايا. بعد كده هديها وش في الفرن. الفراخ برضو هي زي ما احنا شايفين حطيت عليها الخلطه اللي انا عملتها في الخلاط وحطيتها على النار هاديه تستوي. نقع معايا هنا الزبيب ومحمره سوداني علشان هعمل رز بسماتي. حطيت هنا مكونات اللي احنا بنحطها دايما للرز البسمتي. حطيت معايا ايه يا جماعه؟ حطيت معايا كركم وكاري وقرفه ولومي وحبهان ومستكه وكل الاضافات وملح وفلفل وكمون وكزبره. هنا الفراخ بتاعتي استوت اهي، هديها برضو تاخد وش كمان تحت الفرن واعمل لها قطعه فحم كده ونطفيها بالزيت علشان تاخد معانا اللون. كل حاجه معانا استوت. بدات اجهز الصينيه اللي هرص فيها الاكل بتاعي. كل المكونات بتاعتي استوت. الرز معايا اهو استوى. طبعا احنا عارفين الرز البسمتي كوبايه الرز بحط لها كوبايتين ميه وبديها تغلي وبعد كده بطفي عليها كويس بعد ما اكون شوحت الرز طبعا في اللي انا في التوابل اللي انا حطاها ومع السمنه وكده. وبعدين اسيبه يغلي واغطي عليه. جهزت الصينيه بتاعتي وحاولت ازينها على قد ما اقدر كده. اللحمه برضو بتاعتي الكباب الحله استوت في الفرن اهي. حطيت لها برضو فحمه وبرضو نزلت عليها بنقطه زيت. وكذلك الكفته، كل الحاجات اللي انا مسوياها النهارده عملت معاها كده. زي ما احنا شايفين كده الرز استوى. هبدا اغرفه. اول حاجه هنحطها على الصينيه الرز بشويش كده وحطيت الكفته. وعلشان ما احطش اللحمه مباشر او الفراخ مباشر غرفت اللحمه لوحدها والفراخ حطيت معايا خس كده وبدات ارص الفراخ على وش الصينيه جميله جدا. وحطيت طبعا المكسرات على الرز وبدانا نزينه شويه كده بالطماطم. اتمنى النهارده الغدا بتاعي يكون عجبكم ولايكات كتير للفيديو عشان نرجع نعمل فيديوهات كتير.
واشوفكم على خير في فيديو جديد من قناتي وقناتكم قناة معدول لي احلى. دمتم بكل حب، مستنيه اسئلتكم واستفساراتكم.